تنتمي لأمارة زبيد، يعني حتى المشاهد يعرف بأنه مثلا فلان عشيرة أو فلان قبيلة هي مرجعها لزبيد. قبائل زبيد كبيرة ومنتشرة في العراق من شماله إلى جنوبه. وإذا أبدأ لك من الشمال، لا احنا بشكل مختصر نعم. هي كبيرة أكيد نعم. فعندنا عشائر جحيش اللي هي في الموصل، البوتيوت في الموصل، عندنا جبور، عندنا العزة، عندنا العقيادات، عندنا الجنابيين، عندنا العبيد، عندنا جحيش، عندنا البسلطان، عندنا آل بدير، عندنا دليم، عندنا الهيب، عندنا السعيد، وعندنا الفتلة، وعندنا السواعد، وعندنا الشويلات، وعندنا العونان، وعندنا الكلابيين، زين، وعندنا الجنابيين، وعندنا العزة والبو محمد، وهاي كلها قبائل، كلها قبائل زبيدية، يعني وكلها مرجعها واحد هي. ان شاء الله الاب لزبيد حضرتك وان شاء الله بهم البركة، وهاي القبيلة او الامارة ولادة بهاي الاسماء بهاي القبائل. الحمد لله. الشيخ شيخ الأدب شيخ الكرم والجود. الشيخ شيخ الأدب شيخ الكرم والجود، شيخ بالسداعة وما عليه من الشيخ شيخ الأدب شيخ الكرم والجود، شيخ بالسداعة وما عليه من الشيخ مبين النبعي ما يحتاج أبو زيد، ما يحتاج شيختين مقابة، أهو شيختين مقابة، موجد مثبت بالديوان، 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 شيختين مقابة، موجد مثبت بالديوان. شيخنا أريد نسولف في موضوع ثاني، إنه أنت عضو لجنة المصالحة الوطنية. نعم. بالبلد. نعم. وأيضا بنفس الوقت أنه أنت أمير على هاي القبائل اللي هي قبائل تحوي المذهبين. نعم. يعني نعم. فلان من المذهب هذا وفلان من المذهب الثاني. نعم. يعني دورك في هذا التخصص وهاي الصفة اللي تحملها. نعم. ساهمتوا بالمصالحة الوطنية؟ نعم. بشيء فعال، يعني حققتوا منجز؟ أكيد. هذا إحنا كما تعرف أخ أبو عمار، موضوع المصالحة الوطنية موضوع مهم، ولجنة المصالحة الوطنية اللي شكلها دولة رئيس الوزراء لجنة قدمت الشيء الكثير للعراق وهدأت كثير من مناطق العراق. وبالنسبة لي يعني أعتز أنه وأفتخر أنه عمامي هم من الطرفين أو من المذهبين. فإحنا عملنا على هذا الشيء، وحقيقة قدمنا الكثير. اشتغلنا على شمال باب الكثير، وساوينا بين العشائر الموجودة، وحققنا مصالحة وطنية في هذه وحققنا الوحدة الوطنية في هذه المناطق، ابتداء من شمال بابل وشمال الصويرة. وآخر شيء بال 2007 حقيقة قدرنا أن مناطق شمال الصويرة اللي هي مناطق كانت ساخنة جدا، واللي كانت الناس تبتعد عنها وتهجرت كثير من الناس في هذه المناطق، قدرنا والحمد لله أن نصالح بين هذه العشائر وأن نجمعهم وأن تكون كلمتهم واحدة من أجل العراق. والحمد لله شكلنا بموافقة دولة رئيس الوزراء، شخصيا أنا قدمت الطلب، وشكلنا مجلس إثناء شمال الصويرة، واللي بدأ يعمل من 2007 وهدأ هذه المناطق. والآن هم الطرفين أو المذهبين هم أخوة، وطريقهم واحد، وقعدتهم واحدة، ومناسبتهم واحدة. فهذا اللي قدمناه. وأيضا في 2007 كانت حدثت مشكلة كبيرة بين عشيرتين، عشيرة الشجيرية بين عشيرة الكفيفان الشمرية، وتدخلت أنا شخصيا في هذا الموضوع، وبعد حدوث قتلى بيناتهم وتدخلت بالليل وأرسلت من جماعتنا يعني من مشايخنا الموجود الشيخ نجم والشيخ فاضل، وهم تدخلوا وبالليل وقفنا القتال بيناتهم، وأخذت عطوة من الطرفين، وبعدين انحلت في هذا المضيف. بارك الله بك. فقدمنا الكثير إن شاء الله، وهو يعني هذا أعتبر واجب، يعني هذا واجب أبل هاي واجب. هم يعني نعتبرهم كلهم أخوتنا وكلهم أهلنا، فهذا واجبي اللي حتى الشرعي والوطني هذا والعشائري أيضا هذا. نعم. وظايفنا أصيلة أصيلة
ريحة هيل فيها الدلة والفنجان يا ابويا. هلا بكل من قصدنا وجايلين بشوق، اليوم السابق يمنا